السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا وروتين جديد من سلسلة الروتينات اللي بنعملها النهاردة. بس الروتين بتاعي مختلف النهاردة. أنا مش بعمل روتين الصبح ببدأه من أول اليوم زي ما اتعودتوا مني في الفترة الأخيرة. النهاردة الروتين بتاعي مسائي، الناس كلها نايمة دلوقتي. الساعة دلوقتي معدية 1 بالليل، 1 وشوية كمان. كلها نايمة. أنا قلت هقوم كده أعمل حاجة. يعني زهقانة كده وعندي أرق كده مش جايلي نوم خالص، فقلت أقوم بقى أعمل حاجة حلوة نفطر بيها الصبح. من زمان ما عملناش كيكات ولا حاجات من ديت، فقلت أدخل المطبخ كده وأشوف عندي إيه. قلت هعمل صينيتين كيكة زي ما انتوا شايفين كده عندي. بس بعد كده غيرت رأيي وعملت 3 كمان. قلت في واحدة كده أنا عاوزة أديها لحد يعني، فقلت إن أنا أزود واحدة كمان. على قد إمكانياتنا طبعا، مش ما بقيناش بقى نكلف نفسنا زي الأول. بقينا نعمل الحاجات الحلوة ديّة اللي هي حاجات الرفاهيات شوية، ما بقتش من الأساسيات خلاص. بنعملها بأقل الإمكانيات بالموجود عندنا يعني. زي ما أنتم شايفين أنا عندي هنا عملت 3 صواني كيكة، هاعملهم ب3 بيضة، مش هاستخدم كمان فيها زيت وسمنة كتير. زي ما أنتم شايفين أنا هاقول لكم على المقادير كلها دلوقتي. أنا عندي هنا 3 بيضة معاهم 3 بيكو من الفانيليا. زي ما قُلت لكم أنا هاعمل 3 صواني كيكة، بس دي الصواني اللي هي الصغيرة، أصغر حجم في الصواني اللي هو الطقم بتاع الفرن. هاضيف لهم كمان ذرة من الملح وشوية من الخل. الخل طبعًا زي ما أنتم عارفين، أنتم كلكم طبعًا شطار وعارفين، هو بيشيل ريحة الزفارة وكمان بيخلّي الكيكة هشة. عندي هنا كمان نُص كوباية زيت على سمنة، يعني خليط كده ما بين الزيت على السمنة، وكوباية ونُص سكر. تمام. أنتم ممكن برضه تقللوا السكر لو أنتم مش حابينها مسكرة، بس هي كده السكر بتاعها بيكون مضبوط. كنت عاملة بقى جبنة زي ما عملتها معاكم قبل كده، اللي هي الجبنة القريش، طلع منها شوية شرش كده على شوية. أخدت كمان حبة زبادي وحطيت منهم كوباية ونص كده معاهم. معايا كمان باكوين من البيكنج باودر. هاضرب بقى الخليط ده كله كده مع بعضه وهانزل بالدقيق. طبعًا زي ما أنتم شايفين أنا نخلت الدقيق في الأول. شرط أساسي طبعًا عشان الكيكة تكون هشة كده وجميلة، وعشان نتأكد إنها برضه الدقيق مش فيه أي حاجة. بننخل الدقيق في الأول كده، باخد بقى الدقيق بالتدريج. مش يعني أنا مش في الدقيق مش اتعودت إن أنا أكيّله يعني بالكوباية أو كده، بس هي تقريبًا بتاخد حوالي من 3 كوبايات ونص دقيق ل4. أنا باحب أضيف دقيق في الآخر كده بالتدريج على قد ما العجينة تضبط معايا، أو السائل ده اللي كان في الأول ده يضبط معايا وتكون عجينة سايلة بالشكل ده. باصُبّهم بقى بطريقة متساوية كده في الصواني، وأدخّلهم الفرن ما فيش ربع ساعة، نُص ساعة، على حسب درجة حرارة الفرن اللي عندِك، وبتطلع معاكِ أحلى كيكة بالشكل ده. كمان كان عندي كرنب كده قُلت إن أنا أسلقه برضه بالمرّة. والله أنا لمّا عملته صبّحت رايقة. يعني أنا لمّا بيكون عندي حاجة كده ما باحبش إن أنا أسيبها لتاني يوم الصبح، علشان ما يكونش في عندي شغل على شغل على شغل. فسبحان الله يعني أنا لمّا باخلّص الشغل بتاعي كده ويكون مطبخي رايق ونضيف، باصبح رايقة وفايقة وأروح شغلي وأنا متضبّطة يعني على الآخر، مصحصحة كده وعارفة إن أنا مش ورايا حاجات كتير. دول 3 كرنبات كده هاسلقهم برضه تخزين. دول أنا باعملهم عشان أفرّزهم في الفريزر. أنا مش هاعمل محشي منهم دلوقتي، لأ هافرّزهم في الفريزر، بينفعوني بقى بيقعدوا معايا مدة طويلة. بالنسبة للناس اللي هي بتقول ما بنحبش نفرّز الكرنب عشان بيكون مجلِّد، معلومة يا جماعة بيجلِّد معاكِ في حالة واحدة بس. أنتِ لو عملتيه بنفس الطريقة بتاعتي ديّة مش هيجلِّد معاكِ إلا بطريقة واحدة بس. إن أنتِ تسيبي تطلّعي الكرنب مجمِّد من الفريزر وتسيبيه يفُك براحته. لأ، في الكرنب بالذات مش بنساب. يعني أنتِ بتطلّعيه وقت لمّا بتكوني مخلّصة الحشوة بتاعتِك وجاهزة على الحشو، بتطلّعي الكرنب تحطيه تحت مَيّة دافية أو فترة دمع العين كده لحد لمّا يفُك معاكِ. أو حتى مش لازم يوصل لدرجة الفكاكان خالص، يعني ممكن تعمليه وهو لسه فيه سقوعية أو شوية متلج، بس بيكون إيه يعني مش متلج أوي عشان ما يتكسرش معاكِ طبعًا. لأ، أنتِ بتحطيه تحت مَيّة دافية كده لحد لمّا يفُك. في نفس اللحظة تبدئي إن أنتِ تلفيه وتحشيه وتسويه، كده بيطلع معاكِ زي الطازة بالضبط. إنما تسيبيه لحد لمّا يفُك براحته من غير ما تعملي اللي أنا قُلت لِك عليه ده، هيجلِّد معاكِ وهيكون مش حلو، مش هتعرفي إن أنتِ تاكليه حتى. تمام. أنا عندي هنا ال3 كرنبات شِلت من عليهم الورق الأخضر اللي فوق ده. المستغنية عنه باشيله خالص، ولو أنتِ حابة تعمليه بتعمليه، بس هو عادةً أول كام ورقة كده بتشيليهم بتستغنى عنهم خالص. باخد الكرنب باغسله عشان هو طبعًا لو في أي حاجة مش مستحبة بتطلع في الغسيل كده الأول. وبعد كده باكون حاطة بقى مَيّة تغلي، حاطة ليها ضايفة ليها معلقة من السكر ومعلقة من الكمون.
اول ما يغلوا بنزل بيهم بالكرنب، بنزل بالجزء الابيض اللي بيكون جوه ده، طبعا انا شلت منه الراس في الاول لحد لما يتسلق. والكرنب بتاع التفريز مش بيتسلق قوي يعني، يا دوب هو بس يدبل شويه في الميه كده واخرجه على طول. وبخلي الورق الاخضر بسلقه اخر حاجه. بعد كده بشيل منه العصب بتاعه او العرق بتاعه التخين اللي فوق زي ما شفتوا، وبقطعه بقى بالطريقه اللي عجباني بقطع متساويه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. باخده بقى بفرزه بحطه في الاطباق اللي هي الفل الابيض ده، او بحطه في اكياس كده على طول، كيس التفريز على طول، وبحطه في الفريزر. عندي كمان العروق او العصب اللي طلع منه ده، انا هقطعه كده قطع صغيره، هاخد منه الابيض والاخضر هستغنى عنه، واحط عليه، احطه في مصفى الاول واغسله، وبعدين احط عليه آه اللهم صل على النبي، بحط عليه ملح وفلفل احمر، وبسيبه تاني يوم لما ينزل الميه بتاعته، باخده احطه في برطمان التخليل بتاعي، بيكون احلى كرنب مخلل عندي. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.